كله ضد النادي الاهلي، كله بيعمل ضد النادي الاهلي. ده مش في جنوب افريقيا بس وفي مصر. هقول لكم وهسمعكم كل حاجه دلوقتي، بس حابب اشكر كل واحد مشترك معانا في القناه، واتمنى من اي حد يخش معانا لاول مره، اتمنى رجاء من ابو يوسف الاهلاوي ويدي اللايك ويشترك في القناه عشان صوتنا يوصل بربنا وبيكم. يا جماعه اللي بيحصل مش عادي والله العظيم. يعني احنا هنقول لكم دلوقتي ايه اللي بيحصل في جنوب افريقيا. الملعب اتفتح مجانا، الملعب اتفتح مجانا لاي حد يروح. وهنا في مصر النادي الاهلي بيتحارب. التذكره ب 100 جنيه، وسيبكم من التذكره ب 100 جنيه، جمهور الاهلي هيملى الملعب ان شاء الله. بس انا هسمعكم دلوقتي رضا عبد العال واسلام صادق قالوا ايه في حق النادي الاهلي والمدير الفني المحترم بتاعنا كولر. يا جماعه صدقوني والله العظيم، كلمه لله، انا هقول كلمه لله، اللي بيكره ما بيحبش في اي حاجه بقى، في اي منظومه، في البيت الواحد، في الشارع الواحد، في النادي الواحد، في اي حد. القلب اللي بيكره ما بيحبش من ابو يوسف الاهلاوي. هسمعكم والله العظيم ما عارف حاجه في الكوره، بس اللي بيحصل دوت يمين الله، لا ان شاء الله النادي الاهلي هيرد عليكم في الملعب. يا رضا عبد العال انت واسلام صادق، الغل في القلب ما بيطلعش. لسه هنشوف بعد المباراه وبعد ما ضميت وبعد ما بقى موجود ان لسه هنشوف اذا كان مصاب ولا بيتكلموا على امام عاشور. وبعدين يطلع تاني يوم مدير الكوره اللي هو الكابتن خالد بيبو في الموقع الرسمي او في التصريحات دي يقول لك احنا عملنا عليه اشاعه او اشعه وطلع الراجل مصاب. طب ازاي دخل القايمه او ازاي بقى موجود؟ اسمعوا وده في النادي الاهلي. اسمعوا بقى الافندي. ناهية وعايز تسمع كلام الخلاصة. اسمع مني. اسمع منك. الفترة الأخيرة جمهور النادي الأهلي نزل كولر من على المبنى بتاعت النادي البرج، يعني من برج الجزيرة نزله وحط مكانه إمام عاشور. تعالى لي بقى. شفتوا يا جماعة النادي الأهلي وصل لإيه؟ لواحد ما هوش فاهم حاجة في كرة القدم، بعد احترامي ليه اللي كان لعيب، لكن المدير فني ورؤية فنية ما هوش عارف أي حاجة، بدليل اللي مفيش نادي بيجيبه. بدليل اللي هو آخر نادي مسكه طنطا كان في الدرجة الممتاز، نزله درجة تالتة. نزله الدرجة التالتة رضا عبد العال. يا فرحتي بيك، يا فرحتي بالاستوديو اللي انت قاعد فيه وحاطين لك المج وحاطين لك الشاي وحاطين لك القهوه وحاطين لك كل حاجه وانت مش فاهم، ولا انت فاهم اي حاجه الا فاهم الصفار اللي في قلبك والجحود اللي في قلبك للنادي الاهلي. احنا حطينا كولر فوق المبنى في الجزيره ونزلناه وحطينا امام عاشور. ده الكابتن محمود الخطيب احسن لاعب في تاريخ النادي الاهلي ما حطناهوش فوق المبنى بتاع النادي الاهلي. الكابتن صالح سليم رمز النادي الاهلي ورمزنا كلنا ما حطناهوش فوق، وحطينا اي حد الا الاهلي. احنا نحط امام عاشور فوق؟ يبقى انت ما تعرفش حاجه، اقسم بالله انت جاحد، بس انت اصفر بس، اقسم بالله انت واللي قاعد معاك ده كل تفكيركم تجرحوا في النادي الاهلي، كل تفكيركم اللي انتوا تهدوا النادي الاهلي. شوفوا جنوب افريقيا فاتحين الملعب مجانا، فاتحين الملعب للمدرجات كلها مجانا للجمهور، واحنا هنا في مصر عمالين نطلع كل يوم في كل قناه نجرح في النادي الاهلي والمدير الفني المحترم. كولر المدير الفني المحترم مش عاجبك؟ لا صدقني انت بتتكلم بصفار وبغل للنادي الاهلي، كل ده عشان النادي الاهلي مشاك. ده النادي الاهلي انت ما شلتلوش الجميله بعد ما الزمالك كرشك، بعد ما نادي الزمالك كرشك ما شلتش نادي الاهلي الجميله، هو اللي جابك ووقفك على رجليك وخلاك تقعد كده. بس البطران سكته قطران يا رضا عبد العال، البطران واللي بيجي على الحق ربنا هيهده ان شاء الله بدون مقاطعه. ان شاء الله هنكسب في جنوب افريقيا ومصمم، ولاعبتنا ان شاء الله الرجاله هترد على كل واحد جاحد اللي زيك واللي قاعد معاك، صح ولا لا؟ وبامر الله يا جماعه كل الدعم للاعيبه الاهلي بامر الله. النادي الاهلي هيرجع من جنوب افريقيا كسبان والله العظيم، وهتشوفوا من ابو يوسف الاهلاوي ده عشان الناس اللي قاعده مش فاهمه، كل واحد بيتكلم على اللي هو عايزه وبس. ده انا هسمعكم قال ايه كمان، هسمعكم الاصفر قال ايه كمان. حسب الله ونعم الوكيل. ده من النوعيه اللي هو بيخير شكله كده، الله اعلم بقى، لان هي ما تجيش غير كده، واخد بالك؟ فهو دلوقتي مين الاعلى في النادي الاهلي؟ مين اللي سحب البساط؟
امام عاشور. مش امام عاشور سحب أقول لك البساط على من حاجة النادي الاهلي، هو الوحيد. خد بقى المفاجاه. المفاجاه الماتش بقى. اللي جاي صن داونز. اسمع. هو بره القايمه. ما اسمعني دلوقتي السفاره هيبان اهو. خسر امام عاشور الماتش اللي جاي هيلعب. سجل الكلام ده عشان تذيعه. انا هسجله لك على الهوا، هكسبك في جنوب افريقيا وامام عاشور مش هيلعب. اي كلام عشان ياكلوا عيش، ما عنديش مشكله تاكل احنا ناكل عيش. خد الخلاصه مني، انا بقول لك اهو، اي نتيجه غير يعني اي نتيجه يعني تعادل كسب النادي الاهلي مش هتشوف امام عاشور تاني. ده كلام خطير الا بمزاج الراجل. يا جماعه والله العظيم يمين الله، اللي قاعد في الاستوديو دوت قاعد بيقول لك النادي الاهلي لو اتغلب الماتش الجاي في جنوب افريقيا لا قدر الله امام عاشور هيلعب اساسي، ولو النادي الاهلي عمل نتيجه ايجابيه مش هنشوف امام عاشور تاني. وبيقول له سجل يا كلامك يا اسلام، بيقول له سجل على الهوا، بيقول له سجل. سجل ايه وعارف ايه؟ ده انا سجلت لك اهو، الدنيا كلها هتسجل لك ان شاء الله. الدنيا كلها تضحك عليك صدقني والله العظيم. انت مش لاقي شغله. انت لو لاقي نادي بيشغلك ما كنتش طلعت اتكلمت عشان ما حدش معبرك. ما فيش نادي قلت لك اطلع اشتغل في الخليج يا عم، ما تشوف لك نادي في اي دوله كده روح دربه ولا حاجه. صح؟ هو انت خبير كوره؟ ما تروح تدرب في اي دوله عربيه كده شرفنا ولا حاجه. لكن انت كل اللي في هنا النادي الاهلي والغل في النادي الاهلي، وجايب واحد معاك قاعد على الترابيزه انتوا الاثنين عمالين تغلوا في النادي الاهلي، وتقول لك اصل امام عاشور سحب البساط من اي حد في النادي الاهلي. يا حبيبي ما فيش حد بيسحب البساط في النادي الاهلي، الكلام ده في النادي التاني اللي انت عارفه، النادي اللي انت بتشجعه، النادي اللي كرشك. النادي اللي كرشك وانت اللي قلت، مش انا قلت. الكابتن فاروق جعفر مشاني من غير ما يقول لي، صح ولا لا؟ طالع دلوقتي تقول لك امام عاشور سحب البساط وبيغيرهم من غير من مين وبنعمل من مين؟ ده امام عاشور شغلك قوي وشغلكم كلكم قوي يا جماعه، اقسم بالله ده دليل النادي الاهلي ناجح. والله العظيم السفار كله باين على الهوا والجحود، بدل ما يطلع يساند النادي الاهلي ويقول لك ما نادي امام عاشور مش هيأثر مع الفرقه، النادي الاهلي عنده بدل المركز 2 و3 و4، لا ما يقولش الكلام ده، يقول بس يجرح يوقع في لعيبتنا يهد في اللعيبه. ربنا على الظالم يمين الله، ربنا عليكم كلكم ان شاء الله يا ظلمه، يا اللي ظلمتوا النادي الاهلي، يا اللي كل يوم بيتجرحوا في النادي الاهلي. شفتوا اللي قاعد 20 سنه يجرح في النادي الاهلي؟ هو فين دلوقتي؟ محدش سمع عنه حس. شفتوا اللي قاعد 20 سنه يجرح في النادي الاهلي ويشتم في لعيبته ورموزه؟ ربنا دفنه بالحياه، ربنا دفنه بالحياه. وبقولها لك يا رضا عبد العال اهو من ابو يوسف الاهلاوي، ربنا على الظالم، وانت بتطلع كلام من قلبك كله ظلم وجحد النادي الاهلي، عشان كده ربنا مش هيبارك لك وربنا عمره ما هيقف جنبك. من ابو يوسف الاهلاوي اهو، وبقولها لك، وبتمنى كل واحد بيشوف الفيديو ده يدي اللايك عشان صوتنا يوصل له، وهيوصل له بربنا وبيك. السلام عليكم.